طبعا ده تاثير كره القدم. احنا بنعرف نمسك دموعنا، احنا عاوزين نعيط بس احنا بنعرف نمسك الدموع. مبروك لكره القدم، مبروك لميسي على وجه الخصوص اللي قدم بطوله ايقونيه ولازم تتبرز هذه اللقطه. والسيناريو بتاع النهائي يا محمد ممكن تبقى 2-0 وخلاص الامور تبقى طبيعيه، انما 2-2 3-2 3-3 ضربات ترجيح ونشوف السيناريو ده. انفراد فرنسي يضيع في الثانيه الاخيره. طبعا ده اجمل نسخه في كاس العالم، اجمل نسخه في كاس العالم، وده جاي من حسن النوايا بتاع قطر. هنا اجويرو بعد اعتزاله يدخل ارض الملعب للاحتفال مع ميسي وبقيه نجوم الارجنتين. العيب والميزه في الكره الارجنتينيه يا محمد ان هم بيلعبوا بمشاعرهم، مشاعرهم جياشه قوي. بس اليوم مشاعرهم جابت لهم كاس العالم يا حبيبي. ايوه طبعا كرتهم حلوه، جابوا اساطير باتيستوتا مارادونا ميسي، العديد من اللاعبين المميزين. انا مبسوط لميسي الصراحه، لانه هو زي ما قلت لك بسطني بقاله 20 سنه. هو مبسوط. بطوله ميسي وليس بطوله الارجنتين. الارجنتين كسبت انما ميسي كسب، كره القدم كسبت. هذا الرجل اللي كان دايما يقول لك ايه فين مع منتخب بلده، خد الكوبا وخد كاس العالم. العاميه يقول لك ختم كره القدم. ختم اللعبه، عمل كل حاجه في اللعبه. مبروك يا ميسي واتبسط واسعد، ودي اسعد لياليك، لان انت ياما سعدت الملايين، ياما سعدت المليارات، وسعدت الجماهير. فاكت البطوله الجماهير الارجنتينيه صحيح اللي راحت في كل حته في الدوحه، راحت سوق واقف، راحت الوكر، راحت في كل حته. فبطوله حلوه، وده من حسن النوايا بتاع البلد المنظم قطر وفي العيد الوطني. مبروك للكره الارجنتينيه، مبروك لميسي، مبروك لكل من يحب كره القدم الحقيقيه. المتعه فازت. جابرييل لحظة أنا رجلك المايك، أنا رجلك المايك لحظة، خربت الدنيا يا جابرييل. خليك أنا أعبر عن شعورك وفرحتك. أيوة تفضل. كان ذلك مهم جدا بالنسبة لنا لأننا قاتلنا من أجل أن نكون أبطال للعالم. شيء مبهر جدا. سعيد جدا لميسي وللأرجنتين ولأجلي أيضا وللبلد بأكمله. لست قادرا على الحديث. الجميع أراد أن يفوز الأرجنتين. شعرنا بهذه الطاقة وأشكركم جميعا، وهذا لا يصدق. أرجو أن تعذروني ولكن انتظرنا طويلا من أجل هذا اللقب. شكرا. جابرييل أهداني هذه الكرافتة وأنا عزيز يا جابرييل فخور بأن أحصل على هذه الهدية من جابرييل عمر باتيستوتا، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، في تاريخ الأرجنتين، المهاجم الفذ الذي سجل أهدافا كثيرة. ها هو يحتفل مع بلاده مع الأرجنتين بفوزها بكأس العالم في لحظات تاريخية. من حق كل أرجنتيني أن يسعد. طبيعي نشاهد هذه الدموع لأن هذا هو جمال كرة القدم. محمد صار تعبر عن مشاعرك كمواطن أرجنتيني ثم كأسطورة أرجنتينية، وأنت تشاهد بعد انتظار دام 36 سنة تشاهد الأرجنتين تفوز مرة أخرى بعد وفاة مارادونا بفوز فوز الأرجنتين بكأس العالم بقيادة ميسي. نعم هذا صحيح. نحن ندين لدييغو بالكثير لأنه كان قائد لنا لسنوات طويلة. هو ليس موجود معنا الآن، ولكن ميسي بالطبع كان مارادونا قدوة له، أراد أن يكون مثل دييغو وفي النهاية نجح في أن يكون كذلك. سعيد جدا لميسي لأنه يستحق ذلك. 20 عام في أعلى مستويات كرة القدم، ومر العديد من اللاعبين في تلك الفترة، ولكنه أصر وقدم مستوى كبير. فاز في العام الماضي بكوبا أمريكا بعد أن خسر 3 نهائيات، وهذا العام بحث وأراد أن يفوز بكأس العالم. والمنتخب الأرجنتيني لعب بصورة ممتازة وعانى كثيرا بسبب مستوى المباراة. ربما لم يستحق هذه المعاناة، كنا نتمنى أن نحسم المباراة مبكرا، ولكن هذا كأس العالم، كل المباريات صعبة جدا ويجب عليك أن تفوز بأي طريقة كانت. وعنينا هذا صحيح، ولكن في النهاية عرفنا كيف نتقدم في المباراة. والمنتخب الفرنسي عادل النتيجة أيضا وسيطر في بعض اللحظات، ولكن في النهاية ركلات الترجيح
وكان علينا أن نسدد ونفوز. السعادة كبيرة، سعادة عريمة جدا. نعيش جزءا من فرحة ميسي ونجوم الأرجنتين واحتفالهم مع جماهير الأرجنتينية في استاد لوسيل بفوزه بكأس العالم. كاكا على مستوى الأندية لعبت مع ريال مدريد ومع ميلان، اثنين من أفضل الأندية على مستوى العالم. فزت بالتشامبيونز ليج، لكن يقال لا يوجد شعور مثل شعور تمثيل منتخب الفوز بكأس العالم للبلاد. هذا هو الإحساس الأجمل الذي يمكن أن يحصل عليه لاعب كرة قدم، وهو الفوز بكأس العالم. حينما يقوم اللاعبون بحمل الكأس تكون الأحاسيس جياشة، هم يسعدون بأوقاتهم، يسعدون الآخرين. يا لها من نسخة استثنائية، يا له من نهائي استثنائي. رأينا روعة كرة القدم. الثناء موصول لكل المنتخبات والمنتخب الأرجنتيني والفرنسي، وأيضا رأينا تعامل المدربين مع الإصابات ومع كل تشكيل يقع إقحامه. الأرجنتين تخسر ضد المملكة العربية السعودية وتعود من بعيد وتفوز بكأس العالم. الكثير من النجوم يقفون وراء هذا الحفل الكروي الاستثنائي. لقد إنه لشرف لنا كوننا قمنا بتحليل المباريات. هذه لقطات جميلة. انظر إلى سعادة الجماهير. مثل ما قلنا الأرجنتين تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية، ولكن الشعب الأرجنتيني يتنفس كرة القدم. كرة القدم تسعد الجماهير. انتظروا لمدة طويلة وسوف يحتفلون على الأقل لمدة أسبوع. سوف ينتظرون المحاربين الأرجنتينيين، وأنا المقصود اللاعبين. بالنسبة لأمريكا الجنوبية هذا يثلج الصدر. شيء جميل أن نرى بلد من أمريكا الجنوبية يتوج بكأس العالم. هذا يخبرنا بالكثير من الأشياء عن كرة القدم. تهانينا إلى المنتخب الأرجنتيني وإلى ميسي وكل اللاعبين الذين شاركوا في هذا الإنجاز والذين كتبوا هذه القصة الجميلة. سكالوني، سامويل، أغويرو، زاباليتا، باتيستوتا، كل نجوم سابقين الذين عجزوا عن الفوز بكأس العالم يدينون الآن وتوجهون بالشكر باحتضان ليو ميسي بعد فوز الأرجنتين أخيرا بكأس. وكرة القدم يجب أن تنصف الكبار. لا يوجد إنصاف وعدل في عالم كرة القدم. هي علم غير صحيح وغير معتمد على قوانين، ولكن في أرض الملعب هناك أمور مختلفة جدا. لكن اليوم كرة القدم يجب أن تحتفل بهذا النجاح. ولو وصل رونالدو لكن احتفلنا وتكلمنا بهذه الطريقة، ولكن العظماء اللاعبين العظماء يجب كرة القدم أن تنصفهم، وهذا أحد نجوم كرة القدم وأساطيرها. اليوم انتهت مقولة ميسي ومارادونا. في السابق كان دائما يضغط على ميسي بأن لم تحقق كأس العالم، لم تحقق كأس العالم. الآن هو حقق كأس العالم. هي بطولة لا تقلل من إنجازات وقيمة ميسي، لكن هي بطولة كانت يجب أن تكون موجودة في رصيده. ولذلك كرة القدم اليوم أنصفت ميسي.